ادي كوباية القهوة. اهلا 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 بيكم. يا هلا والله يا شباب، ايه الاخبار؟ طيب كلمتكم المرة اللي فاتت، كلمتكم شوية عن السكن، والنهاردة هنكمل بيه الكلام. فلو انت لسه جديد في القناة ادخل اشترك، فعل الجرس، ولو عجبك الفيديو لايك وشير وكل الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. طيب ماشي. طيب كلمتكم المرة اللي فاتت شوية عن السكن، والنهاردة هنكمل بيه كلامنا. انت كمهاجر، طبعا هي الحلقة تنفع للمهاجر الجديد، وتنفع طبعا لأي حد عاوز معلومات عن أمريكا. طيب لو انت جاهز حضر بقى لنفسك عشان خاطر هنبتدي حالا. طيب النهاردة هنتكلم عن موضوع السواقة. انت لما تيجي امريكا ضروري جدا انك تتعلم السواقة، عشان خاطر بعد كده هتحتاجها. طيب خليني اكلمك الاول عن رخصة السواقة هنا. رخصة السواقة هنا في امريكا بيعتبروها زي الرقم القومي في مصر، يعني هي بيعتبروها زي الهوية الشخصية او البطاقة الشخصية بتاعتك. تمام. حتى لو انت ما بتعرفش تسوق، كمان في هوية شخصية او بطاقة شخصية بتطلع من إدارة المرور، نفس الإدارة اللي بتطلع لك رخصة السواقة. فهي في رخصة، والاتنين شبه بعض، يعني في رخصة سواقة ليك انت كواحد بتعرف تسوق، وفي كمان رخصة سواقة، او يعني مش رخصة، يعني زي ID برضه، بيبقى شكله بالظبط شكله بالظبط عامل زي رخصة السواقة. هوري لك الكلام ده كله، بس ضروري جدا طبعا ان انت لما بتيجي تعرف الحاجات دي كلها، عشان خاطر الحاجات دي هتنفعك بعد كده في الشغل لما تيجي تشتغل. لو انت ساكن في حتة، في منطقة ما فيهاش مواصلات، فهتضطر انك انت تستخدم العربية بتاعتك، فهتحتاج انك انت تشتري عربية بس. طيب إدارة المرور في أمريكا اسمها DMV، وبتختلف من ولاية لولاية، يعني ممكن المتطلبات ممكن تختلف من ولاية لولاية، بس احنا النهاردة هنركز في ولاية واحدة، هكلمك على ولاية نيويورك. تمام. خليني أوري لك الأول إيه الموضوع أسهل، عشان تبقى أنت عارف الموضوع ماشي إزاي. طيب خليني زي ما قلت لك، هي اسمها DMV نيويورك NY. تخش على جوجل وتكتب كده، تمام، فيطلع لك هو نيويورك DMV. لو سمعتوا اي صوت فاير ووركس او كده، يعني ما تاخدوش في بالكم، لان هو يعني في احتفالات بره وكده. طيب النهارده هو ده اللي احنا هنتكلم فيه، ده الويب سايت بتاع، هتلاقي هنا مكتوب نيويورك، وده الخريطة بتاعت نيويورك. تمام. وهنا يعني شوية تعليمات عن الكوفيد، طبعا عارفين انتوا موضوع الكوفيد 19 والكلام ده كله. طيب خلينا، لو انت بصيت هنا هتلاقي فيه لايسنسز اللي هي رخصة السواقة، يعني البيرميت والاي دي. هما 3 انواع من يعني الادارة بتطلع لك 3 انواع. نوع اللي هو رخصة السواقة اللي انا بقول لك عليها، لو انت شخص بتعرف تسوق بتطلع الرخصة، او الاي دي لو انت شخص ما بتعرفش تسوق بس محتاج اي دي عشان تمشي نفسك بيه في البلد، او البيرميت ده اللي هو ما بينهم هما الاثنين، وهو اللي انت بتاخده قبل ما بتطلع الرخصة، ويعني وهقول لك الموضوع ده ازاي. تمام. فخلينا ندوس على ده ونشوف اهو. لما بتدوس عليها بيقول لك ادي رخصة السواقة درايفر لايسنس. البيرميت اللي هو التصريح، زي التصريح اللي هو لما تيجي تتعلم انك انت تسوق في امريكا، لازم الاول بتطلع حاجه اسمها بيرميت، او تصريح انك انت تتعلم.
فاللي بيحصل انك انت بتمتحن امتحان نظري، بتاخد التصريح دوت، بتتعلم عليه، بتسوق. لازم يبقى حد جنبك قاعد يبقى معاه رخصة سواقة ويبقى من نفس الولاية، وكمان في عدد ساعات معينة، يعني ما اعتقدش انك انت ما تقدرش انك انت تسوق بالليل. تمام. وبعد كده بتمتحن الامتحان العملي وبتاخد الدرايفر لايسنس او الرخصة. هي دي فكرة هم دول الفكرة عن الاتنين دول. تمام. الكوميرشال اللي هي رخصة السواقة التجارية، ده لو انت بتسوق تراك كبير، لو انت بتشتغل في اي حاجة فبتضطر انك انت تستخدم حاجة مثلا اللي هي التراكات الكبيرة، فبتطلع اللي هي الكوميرشال اللي هي التجارية. النون درايفر اي دي كارد دي اللي انا بقولك عليها، وهي زي الهوية الشخصية او البطاقة لأي شخص بقى، سواء عارف يسوق او مش عارف يسوق، لو انت عاوز تطلع ده. تمام. بس tickets points penalties اللي هي لو انت مثلا خدت غرامة مثلا، ركنت في مكان غلط فبتاخد تيكت، او النقط اللي هي بتبقى على الرخصة لو انت عملت مثلا سرعت وانت ماشي والكلام ده كله. يعني فدي السكشن ده عن الموضوع ده والعقوبات. يعني لو عملت حاجة غلط وانت سايق، سواء خدت غرامة سواء خدت نقط على الرخص، كل الكلام ده. السكشن ده لو انت غيرت العنوان بتاعك وعاوز تغيره في رخصة السواقة، فهو ده السكشن ده خاص بده. طيب خلينا نخش الأول، خلينا أوري لك الأول الدرايفر لايسنس بتبقى عاملة ازاي. لو انت جيت كتبت هنا NY مثلا، تمام. فهي دي لو انت بصيت هنا هتلاقي ان هي شبهها هي عامله زي كده بالظبط. هتلاقي مكتوب اسم الولايه هنا ومكتوب هنا درايفر لايسنس. طيب لكن لو انت دخلت وقلت اوريك الفرق ما بينها وما بين البيرميت، اللي هو يعني هتلاقي الاتنين يعني شبه بعض بالظبط، بس الفرق ما بينهم يعني بص اهو، شايف ده؟ يعني لو جيت عملت ده كده، تمام. لو جيت حطيت ده جنب ده، شايف الفرق؟ مفيش فرق. الفرق الوحيد هي ان هنا هتلاقي مكتوب درايفر لايسنس وهنا مكتوب ليرنر بيرميت. تمام. فدي لما انت تشوف الكلمتين دول تعرف ان ده شخص لسه ما حصلش على الرخصه، لسه بيتعلم السواقه في امريكا ونجح في الامتحان النظري. هي دي المرحله اللي قبل مرحله الرخصه على طول. تمام. فهم المرحلتين دول انت هتعدي عليهم لما تيجي تتعلم سواقه هنا في امريكا، او لما تيجي تقدم على الرخصه فممكن تعدي على المرحلتين دول. تمام. طيب الاي دي لو بصيت على الاي دي هنا هتلاقي ان هو كمان شبه البتاع ده. اي دي خليها نيويورك. اهو بص، كمان لو انت بصيت اهو نفس الشخص هو لو انت بصيت يعني لما تيجي تحطهم هما التلاتة جنب بعض هتلاقي ان الفرق ما بينهم اساسا، يعني بص شايف ده الفرق؟ ده الاي دي، لا ده رخصة السواقة، ده الاي دي ايدنتيفيكيشن كارد اللي هو الهوية الشخصية. هي دي هو ده الفرق ما بينهم. هتلاقي يعني هو نفس الكارت، بس الفرق في الجملة دي. فدي هي بطاقة. ونفس الفكرة لو انت مطلع البطاقة دي جيت طلعت مثلا، قررت انك انت عاوز تتعلم سواقة ورحت طلعت البيرمت، هتلاقي ان البيرمت كمان شبه القدم. هتلاقي ان البيرمت لو جيت بصيت هنا سوري لو هو ده، شايف؟ فلو جيت بصيت هنا هتلاقي ان التلاتة شبه بعض، بس الفرق ما بينهم هو الكلمة دي بس. فلو انت قررت مثلا، لو انت طلعت ده وقررت انك انت تتعلم سواقة ورحت هتاخد، الرقم هيبقى هو
يعني الرقم ده هيبقى هو بس بدل ما هتبقى الهوية الشخصية هنا هيبقى التصريح هنا بس. ولما تيجي تغير ده بالتالي هتقطع ده لما تاخد رخصة السواقة. فهم التلاتة دول انت تعرف الفرق ما بينهم. يبقى ايه الفرق ما بينهم؟ يبقى هو ده الاي دي كارد اللي هو لغير السائقين، هو ده. لو تفتكر قبل كده كلمتكم عن موضوع الهوية الشخصية لغير السائقين، هي دي. تمام. بس فدي اي حد يطلعها، بتسوق ما بتسوقش بقى ممكن تطلع دي. يعني دي مش لازم انك انت تمتحن سواقه والكلام ده، دي ممكن تطلعها عاديه ورسميه، يعني دي بطاقه رسميه في الولايه. تمام. وبيبقى ليها طبعا يعني موضوع التاريخ ده، طبعا التاريخ ده ساعات بيبقى موجود وساعات ما بيبقاش موجود، ودي لسه هنتكلم عليها بعد هنتكلم عن الموضوع دوت. بس يعني انا بكلمك ان جنرال يعني عموما على الفرق بين الكتب دي. تمام. بس والرقم بيبقى واحد، يعني سواء الرقم ده او الرقم ده والرقم ده بيبقى واحد، فمش هينفع انك انت تطلع مثلا اي دي كارد. يعني انت اساسا لما بتطلع الاي دي كارد خلاص انت بيطلع لك الرقم. لما بتيجي تطلع تصريح عشان تسوق، لو امتحنت الامتحان النظري فهو بيحط لك يشيل الرقم ده من هنا ويحطه لك. بس الكلاس هنا لو تلاحظ هتلاقي برضو الفرق. الكلاس اللي هي الدرجه اي دي، هنا دي اللي هي درايف اللي هي رخصه السواقه. تمام. وهنا دي برضو اللي هو درايفر يعني السواق يعني. بس فالفروقات هتلاقيها واضحه يعني. طيب هنقفل بقى ده كله ده. تمام. يبقى انت كده ايه عرفت شكلهم عامل ازاي.